أستاذ عنده 3 طلاب مصري وسعودي وعراقي. سألهم سؤال: ما هي أصغر حشرة بالعالم؟ والذي يخطئ في الجواب يقتله بالمسدس. المصري قال البرغوث، قتله بالمسدس. ثاني جواب للسعودي، قال له الصقصق. فقال له الأستاذ: ما هو الصقصق وأين يوجد؟ قال له السعودي: يوجد في أنف الجمل. ذهب الأستاذ وأحضر جملا وبقي يبحث في أنفه عدة ساعات حتى وجد حشرة سوداء، فأعطاها للسعودي وقال له: اهرب فإنك نجوت. بقي للأستاذ الطالب العراقي فسأله نفس السؤال، فقال له العراقي: أصغر حشرة يا أستاذ هي الفكفك. قال له الأستاذ: الصقصق وعرفناه، لكن الفكفك ما هو وأين يوجد؟ قال له العراقي: يا أستاذ، الفكفك يعيش في أنف الصقصق. فانتحر الأستاذ بمسدسه.